موضوع ظهور أسماء الجهات الاتصال الاعتبارية للجهات في القطاع العام والخاص يعتبر أمر جدا مهم في من خلال المستر محمد، إن اليوم جالسين نشوف عدد كبير من المكالمات الانتحالية، فيجب حد المكالمات الانتحالية هذه من خلال ظهور أسماء الجهات الاعتبارية، والتأكد من قبل المستخدمين إنه اليوم الاتصالات اللي توصل له تصل من جهات اعتبارية موثوقة من خلال ظهور اسم المتصل. طيب، فيما يخص الاتصال وعمليات الانتحال التي تحصل كثيرا، كيف يستغل المنتحلون والمحتالون هذه الثغرة من خلال الاتصال على العملاء والمستخدمين والاحتيال بأي طريقة عليهم؟ طبعا هناك عدة طرق. اليوم تقريبا كأرقام أكثر من 2 مليون مكالمة محجوبة لارتباطها بعمليات انتحال في تقرير سابق لهيئة الاتصالات. اليوم طرق الانتحال ممكن تكون بأكثر من طريقة، ممكن يصلك المحتال سواء عن طريق البنك لديك تحديث معلومات، أو عن طريق ممكن جهة وظيفية، أو عن طريق لديك ممكن توصيل شحنة. ففي طرق متعددة للموضوع هذا، وليس فقط تتوقف عن موضوع الاتصال، بل الموضوع متطور حتى على مستوى الرسائل النصية. اليوم مهم جدا أن تظهر أسماء الجهات الاعتبارية سواء كاسم في الاتصال أو في الرسائل النصية. كما أنه الهيئة أوصت أنه في حال تعرضك لأي مكالمة انتحالية أنك تبدأ بإرسال بلاغ على الرقم الموحد الخاص فيهم 330 لحجب هذه المكالمات. فاليوم عدد مرة كبير من المكالمات اللي تم حجبها خلال ال4 سنوات الماضية 42 مليون. يعني تقريبا عندك أغلب الشعب السعودي ممكن تعرض لمكالمات انتحال.